زعلك ليه زعلان؟ والله ما زعلت من حد، يعني زعلت من التبديل. ليه زعلان؟ ليه زعلان؟ زعلت يعني خفت يروح مني لقب هداف الدوري، لكن الحمد لله رب العالمين. اعتذر يعني للمدرب، يعني كان اب روحي اللي من بدايه الموسم لنهايه الموسم، وانا غلطت واعترف بغلطي، واعتذر لاخوي مهند، واعتذر للاعبين والجماهير كلها والمشاهدين. الحمد لله رب العالمين، الله ما ضيع لي تعب، قدرت اخذ اللقب. كنت متمنية تكون مع دوري، مع بطولة الدوري، لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء. طيب لو يجيك جمهور الاهلي يقول لك اوكي احنا ما خسرنا لكن ما حققنا دوري. مثل ما يقولون يعني احنا بطل تتويج. من غير تتويج. الحمد لله، يعني قلت لك حاولنا ان نسعد الجماهير، لكن جماهير الاهلي يعني راقية بمعنى الكلمة، يعني وتؤمن بالله وبقدره، يعني كل شيء مقدر ومكتوب. ان شاء الله الموسم الجاي نبغاهم اكثر يعني حضورهم يكون اكثر من السنة هذه، ويوقفون معنا من بداية الموسم، وان شاء الله يكون مكتوب لنا بطولة الدوري السنة الجاية. انت قريب من الاهلي، في كثير من النقاد والجمهور يقول الاهلي ما حقق السنه هذه الدوري، راح يحتاج وقت طويل عشان يرجع من ثاني. انت شو تقول؟ ليش يعني ما؟ انت شو تقول؟ والله يعني كل احترام لرأيهم، لكن هذا الشيء مو موجود بكرة القدم. يعني خلاص انتهت هاي المرحلة، راح ندخل السنة الجاية بروح جديدة، بمعنويات عالية، بتحضير جديد للبطولة. راح يدخل إن شاء الله، ما أعرف إذا في تغيير للمحترفين أو لا. وإن شاء الله يعني نتمنى يعني السنة الجاية من رب العالمين إنه تكون البطولة لنا. ابتسامتك حلوه بعد عيون لك الحلوة. سوي لها هاشتاج ترى. صح. كان لك دور فيها مع اللي سووا لك التنظيف؟ والله بصراحة أنا رحت بسوي الابتسامة يعني، وطلبوا مني إعلان لا تقول اسمه. ما راح أقول اسمه. ما أعرف. قلت لك يعني طلبوا مني إعلان يعني، وبصراحة ما أخذوا مني فلوس الجماعة يعني. عمر السومه ياخذ فلوس؟ ما هذا حقهم. أنا رحت أنا ما رحت بأمر سم، رحت مثل الناس، حاولت إني أسوي، لكن عرضوا علي، قلت لهم أوكي ما في مشكلة. لازم نسوي معك بعدين. أبو عمار حبيبي والله.